السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اسكندرية، من بلد الحبايب، بنمسي على كل متابعين قناة الحج فاهم. بس النهاردة والله أنا دي لي 6 أيام نايم لما قالوا في رعد وبرق والدنيا خربانة والمطرة بسم الله ما شاء الله مخلية اللي نايمين أكتر من اللي واقفين. سمعت على خبر مش حلو. ما أنا لما أروح النهاردة وابقى مش لاقي شغل وراح أجيب كيلو السكر ويقول لي ب50 جنيه، هو يفكرني بإيه؟ أحي. ولما اروح اجيب لحمه ويقول لي الكيلو ب 440 جنيه، تسمحوا لي اقول لكم احي. والرغيف على الطلاق لقمه ونص ويقول لي ب2 جنيه، احي احي احي. وهقولها لكم كلمه، طالما الرز وصل 35 جنيه وكيس الملح عدى ال2 جنيه يبقى احي. وانا مش عايز اقول اكتر من كده وانتوا فاهمين يا بيه. اهدوا علينا يا بيه، على الطريق ما لاقيين ناكل. ما انا النهارده لما اشتغل ب 150 جنيه والبيت بتاعي عايز يصرف لي 450 جنيه في اليوم، يبقى حي. اجيب منين؟ هو انا بيه يا سعاده البيه؟ ارحموني يا ناس، ارحموني يا ناس، اعمل معروف. تعالوا شوفوا بسم الله ما شاء الله، احنا قاعدين في اوضه بالصلاه على النبي، الاوضه دي متاجرينها في اليوم في الشهر ب 250 جنيه، وانا بشتغل في اليوم ب 120 جنيه. بصرف منها اكل وشرب ورايحه وجايه، بضيع على نفسي 80 جنيه. معايا 5 عيال وامهم ببعت لهم ال60 جنيه، يبقى احيه احيه. ولما اطلع ولادي من البلد محدش يقول لي ليه احيه. اجيب لهم منين؟ اخدونا يا سعاده البيه، عليا الطلاق، المطر نازله علينا مخليانا مش عارف. بص هناكل رمله وبعد كده هتعالجونا على حساب الدوله. هنعمل حصى وكلاوي والمعده هتشتغل، وبص وكسرات شغاله في المعده. وبعد كده الدكتور هيقول لي الكشف ب2000 جنيه، احي. طب اجيب له منين يا سعاده البيه؟ غتونا. ويا ريت اللي يسمع الفيديو ده ما يكتبش الا كلمه واحده بس، يكتب في التعليق احي.